السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. قناة العندليب الأسمر ودو أسمان للإنتاج الفني. زي ما وعدتكم يا أخواني في الله إنه أجيب لكم تطبيق بيشتغل إنك تنزل أي صورة أو أي تطبيق على التلفون أو شريط الإشعار أو شريط الشعارات، وكمان برضو تضيف موقع إلكتروني في نفس الستارة زي ما يسموه عند السودانيين ستارة أي هاتف. فإن شاء الله تابعوا معي الشرح، وإذا أنت من المتابعين الجدد لازم تفعيل الجرس وتعمل مشاركة أو شير الفيديو عشان يستفيد فيه غيرك إذا أنت ما عندك فيه رغبة. فالمهم الناس نمشي نحاول نشوف التطبيق عاملة كيف. طيبين ومشاهدين قناة العندليب الأسمر، زي ما وعدناكم كل اللي عليك تجي خاش المتجر أو الجوجل بلاي، تكتب الكلمة دي. طيب الكلمة دي وتنزل التطبيق اللي يظهر لك ده بالشكل ده. التطبيق ده أنا منزله عشان كده بيجيب لي فتح هنا. لما تجي خاش في التطبيق بيجيب لك إضافة، تعمل إضافة هنا. التطبيق اللي أنت داير تخطه فيه الإشارة أو شريط التطبيق من التطبيقات هنا بيخش لك في الابليكيشن بتاعك. التطبيقات اللي موجودة في تلفونك هنا يتم التحميل التطبيقات كلها. هنا مثلا أنا داير أخد المعرض في الستارة، هنا يجيبوا لي الشكل الداير أنا. طيب الأشكال دي كلها ما عجبتني ولا عجبتني الشكل الأول، بقوم بضغط على الشكل الأول ده وبديه صح. تمام معاك. هنا أجي أطلع من الموضوع نهائيا، أجي أنزل الستارة. هنا ما فيش هنا علامة القلم دي أو التعديل أو أي حاجة. هنا أجي ألقاه ظهرت معي. هنا أجي توالي أجي أعمل له تعديل، أعمل له هنا أنزله في المحل الداير، مثلا محل البلوتوث أو محل بين الشبكة الواي فاي وشبكة البيانات. أديه رجوع مجرد ما أنزل على الشاشة أجي ألقى المعرض. ومثلا لو داير نضيف تطبيق تاني برضو نفس الحكاية، إضافة أنزل التطبيق اللي أنا دايره. فليكن مثلا واتساب الأعمال، واتساب للأعمال أنزله كده بالشكل ده بالأسلوب ده برضو حينزل لي. أجي خاشي الشريط الاختصارات بتاعي، أجي هنا ألقى فيه 2 اختصارات جدد. طيب الاختصارين ديل شنو؟ واتساب للأعمال. أجي أخليه محل البلوتوث هنا، أخليه محل البلوتوث والبلوتوث يزح عليه. أجي أدي رجوع هنا، أجي نازل الستارة بتاعي، أجي ألقى التطبيق يتفاعلت معي. فجربوا الطريقة دي وودوني أراكم في التعليقات، وتسلموا كتير يا شباب. إذا أنت أول مرة هتشوفني اعمل متابعة وأعمل اشتراك في القناة. فتكم بعافية.